مرحبا بكم إن كنتم تسمعوا في الحلقة متاع اليوم باش نحكيو فيها على موضوع حساس ممكن يجيك ثقيل، أما في نفس الوقت مهم برشا. يعني باش نسألك مش هكا أي سؤال، لكن سؤال يمكن يبدل فيك برشا. تحب تعيش بدورة ضحية ولا تختار تعيش باكتفاء؟ خليني أفسر لك شنو معناها عقدة الضحية. أكيد تعدى عليك نهار حسيت فيه روحك مظلوم، مهمش الدنيا ضدك، الناس ما تفهمكش. أما طبيعي، لكن الفرق هو إنه بعض الناس تغرق في الإحساس هذا وتولي تعيش فيه كنمط حياة. الضحية ديما تقول علاش ديما يصير لي أنا، الناس تظلمني، الحياة ما تنصفنيش. تولي كل مرة يصير فيا موقف سيء تولي تلقى تفسير وحيد: أنا ما عنديش حظ، أو الناس ديما تغلط فيا. وتسألش روحك أنا شنو دوري في المصاير. المشكلة عقلية الضحية تسرق منك طاقتك، تبعدك على مسؤوليتك وتحبسك في نفس البلاصة، تعيش نفس المشاكل، نفس الألم ونفس القصص مرة ومرتين وعشرة. شنو معناها قوة الاكتفاء؟ الاكتفاء مش معناها تكون وحدك ولا آه تنعزل وتولي بارد. الاكتفاء هو قوة داخلية تقول فيها أنا نتحمل مسؤوليتي حتى كي تكون الظروف ضدي. الاكتفاء هو الوقت اللي تبكي، تتوجع، تحس بالكسرة، لكن ما تستسلمش، ترجع تقف، تمسح دموعك وتقول أنا نكفي حتى وحدي، نعرف قيمتي. هو تقول نحب نكون مع ناس أنا ما نحتاجش منهم يثبتوا لي قيمتي. أنا نحب روحي، نعرف روحي ونحترمها. تبدأ عقدة ضحية ما تجيش من فراغ، برشا مرات تبدأ من علاقات السامة، من نقد مستمر، من إحساس مزمن نقص. تكبر بصوت داخلي يقول لك راك ضعيف، ما تنجمش، الناس ضدك وماكش في المستوى. وتولي بلا ما تحس تعيش في عقلية الضحية، تلوم وتشكي وتستنى في حاجات تصلحك من برا. الفرق بين العقلية والضحية قوة الاكتفاء. الضحية تشكي، القنوع يحل. الضحية تلوم، القنوع يتحمل. الضحية تستنى شفقة، القنوع يصنع الاحترام. الضحية تحب تفهموها، القنوع يفهم الروح. سمية ديما تقول أنا ديما مظلوم، الناس تستغلني وما نلقى حتى حد يفهمني، لكن عمرها ما وقفت مع روحها وسألت أنا شكون نختار، شكون نسمح له يدخل حياتي، شنو حدودي. الياس شاب يتيم فقير تعب برشا، لكن في عود ما يلوم الدنيا، شد صحيح، كمل قرايته، خدم، تعب. اليوم عنده مشروع ويقول ما فما حد عاوني، لكن أنا كفيت. كيفاش ننتقل من عقلية الضحية لقوة الاكتفاء؟ أول حاجة الاعتراف، قول لروحك بصدق أنا نلعب دور الضحية مش عيب، لكن الاعتراف هو أول خطوة باش تتغير. ثاني حاجة تحمل مسؤوليتك، ما تقولش ديما الغير غلط، اسأل روحك أنا شنو عملت وشنو نجم نبدل. ثالث حاجة بدل اللوم بالحلول. اللوم سهل، لكن الحل يتطلب شجاعة وواجه مشاكلك. رابع حاجة سامح روحك، راهو كلنا نغلطوا، وما تبقاش تعذب في روحك على حاجة فاتتك. خامس حاجة كون استغلال نفسي، حب روحك، عزها، حتى لو الناس ما عملوش هكا معاك، ابدأ من داخلك، ما تستناش من برا. توا نحب نقول لك حاجة اسمعها بقلبك. فيك طفل صغير يحب حضن، يحب حد يقوله ما تخافش أنا معك، لكن زاد فيك إنسان كبير قوي يقدر يقف، يواجه ويقول أنا نزلت وقت وأنا كفيت. فكر فيها منيح، تحب تكمل تعيش تستنى الفرج ولا تكون انت الفرج؟ إذا حسيت الحلقة لمستك بارتاجيها مع اللي تحب، احكينا رايك ولا قولنا كيفاش عشت الفرق بين دور الضحية وقوة الاقتناع. نتقابلوا في حلقة جديدة.
ابقاو معانا بخير وسلامة.